كل حاجة في حياتنا بقت إحباط في إحباط، زبالة مالية الشوارع وعشوائيات في كل مكان، ومية وهوا بنلوثهم بإيدينا. حتى سلوكياتنا مش عارفين نغيرها. بس طول ما الشمس بتطلع، طول ما لسه في فرصة للتغيير، وفي ناس فعلا عرفت طريقها، عرفت ازاي تغير الواقع اللي بتعيشه، ومش بس تغيره، لا، دي عرفت ازاي تستغل مساوئه وتحولها لموارد تساعد بيها غيرها علشان يتغير هو كمان. الناس دي ربنا اختارها للدور اللي بتقوم بيه، ووهبها النعم اللي تميزها عن غيرها في تنفيذ الدور ده وتخليهم مكملين لبعضهم. فمثلا في ناس ربنا وهبها الجدعنة والشهامة في مساعدة أي محتاج، وناس ربنا وهبها التفاؤل اللي يخليها تشوف الأمل اللي احنا مش شايفينه، وناس وهبها الخبرة اللي تقدر بيها تبني مستقبل غيرها، ومنهم اللي وهبهم الوعي الكافي اللي تقدر بيه تخلق التواصل بين طبقات المجتمع المختلفة. والناس دي علشان تلاقي المعلومات اللي بتحتاجها فلازم يبقى في أشخاص عندها ثقة ودقة علشان تعرف تكون شبكة معلومات ضخمة. بس برضو كل دول مش هيقدروا يشتغلوا من غير العقل المدبر للأحداث المختلفة، واللسان اللي بيقدروا يوصلوا بيه للمجتمع كله، والحكمة تدبير مصادر لاحتياجاتهم، والفرحة اللي لما تدخل على قلوبهم تصنع أحلى روح تجمعهم كلهم في اتجاه هدفهم تحت قيادة التروس اللي بتدور المكان. الناس دي ربنا اختارها علشان هي قد المسؤولية. الناس دي هي كل واحد قرر يقول لنفسه أنا مش الضحية، أنا حل القضية. الناس دي الإحباط بالنسبة لها مجرد كلمة، وعلشانك يا بلدي هي أسلوب حياتها. انزل افرح فرح اللي فاتك، سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون. سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون. عيش للناس